بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو موجه إلى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخامة الرئيس، بداية كل عام وفخامتكم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأستغل هذه المناسبة وأتقدم وأناشد فخامتكم بالتدخل وإصدار عفو رئاسي عن زوجي سجين الرأي محمد عادل فهمي. أود أن أعلم فخامتكم أن زوجي سجين منذ ما يزيد عن 12 سنة، وأنه لم يتهم أبدا بارتكاب أي جرائم عنف أو إرهاب أو تحريض، بل فقط اتهم بنشر أخبار كاذبة أبقته في السجن ما يزيد عن 12 سنة. فخامة الرئيس، إن سجن زوجي يقف عقبة أمامي في إنجاب الأطفال والتمتع بحياة أسرية هادئة، بل إن طول مدة سجنه تقلل من فرص إنجاب الأطفال لدي، فأنا أبلغ من العمر 35 سنة، قضيت ما يزيد عن 12 سنة في انتظار زوجي والذهاب إلى زيارات السجون. فخامة الرئيس، إن زوجي كان دائما متبنيا للسلمية في آرائه، ولم ينتمي لأي جماعة إرهابية، ولم يدعم أبدا أفكار تلك الجماعات القائمة على العنف والإرهاب، بل كان من أوائل النشطاء السياسيين الداعين والداعمين لثورة 30 يونيو، وكثيرا ما مورست ضده مضايقات من أعضاء الجماعة في محبسه أو قبل حبسه، حتى أنا أيضا نالتني منهم حملات تشويه إلكترونية كثيرة. فخامة الرئيس، إنني وزوجي ننشد حياة أسرية هادئة مستقرة بعيدة عن الصراعات السياسية، ونريد أن نتدارك ما فاتنا من العمر التي قضاها هو في محبسه وقضيتها أنا ما بين الانتظار وزيارات السجون. أرجو من فخامتكم النظر لنا بعين الأب الرحيم الذي لا يرضى ضياع مستقبل أبنائه أو تكبدهم كل هذه المعاناة، فنحن لم ولن نكن يوما مجرمين أو مخربين، بل كنا وسنظل مواطنين مصريين نحب بلدنا. أثق في حكمة فخامتكم وأناشدكم بالتدخل وإنهاء مأساتي المستمرة منذ أكثر من 12 سنة. شكرا فخامة الرئيس.